بصوا يا بنات، جايبه لكم النهارده ايه. الموضوع يعني بسيط، مش فيش فيه حاجه صعبه. بس انا دلوقتي بصراحه كل ما باجي اعمل اي حاجه بقول لكم عليها. انا هنا جايبه، كنت لافه الطبق زي ما انتم شايفين كده. دي حنه مخمراها من امبارح. بصوا، انا بعاني بقالي فتره من دخول الشتاء من القشره اللي هي الدهنيه دي، وبتضايقني جدا وما فيش حاجه بتضيعها غير الشامبوهات بتاعه القشره اللي بتنشف الشعر. وانا الصراحه شعري مش متحمل يعني جفاف اكتر من اللي هو فيه. فقلت ايه، طيب انا كان عندي حبه حنه، شايفين كل اللي ماشي ده دي زيوت. كان عندي حبه حنه فقلت استخدمها يعني استفيد بيها، موجودة عندي. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ بصوا يا بنات، كان عندي حبة حنة صغننين على فكرة، مش انا بس محتاجة اعمل فروة الراس، مش اكتر من كده. حبة الحنة دول شوفوا القوام عامل ازاي، عاملة زي الشوكولاتة السايحة او زي صوص الشوكولاتة، حلوة جدا وريحتها حلوة جدا. وشوفوا الزيوت اللي فيها، انا حاطه فيها زيت زيتون تقريبا معلقتين كبار زيت زيتون، على قد الكميه، على قد الكميه، على قد الكميه. شوفي هي دي تقريبا يعني مش كتيره، حبه صغننه قوي. المهم حطيت عليها معلقتين كبار مليانين زيت زيتون. وعلشان انا عندي زيت شاي برضو مفيد لفروه الراس، حطيت قيمه معلقه صغننه او نص. وزيت ارجان برضو نص معلقه صغيره. وعجنت بالشاي، رحت غليت كوبايه شاي وعجنت بيها. بقيت احط حبه بحبه، حبه صغيره بحبه صغيره، لحد ما وصلت للقوام اللي انا عايزاه. انا مش فارق معايا لون، يعني انا مش عايزه لون احمر ولا كلام من ده، مش فارق معايا اللون، علشان انا اصلا شعري مصبوغ وفي طرفه لسه لون الصبغه. انا كل اللي انا عايزه اعمله ان انا احط الحنه على فروه الراس، تنضف فروه الراس وتضيع لي القشره. وحطيت الزيوت دي علشان ايه، برضو الحنة يبقى فيها سنة ان هي بتنشف الشعر. وبعدين قمت مدفية الفرن وغطيتها بالاسترتش زي ما انتوا شفتوا، قمت سايباها من امبارح للنهاردة. فانا هجربها وهحطها على شعري وابقى اقول لكم النتيجة ايه، هل القشرة راحت ولا لا، واخدت معايا وقت قد ايه وكده. وطبعا يا بنات جدير بالذكر السبراي ده اللي انا كنت عاملاه، شايفين وصل لحد فين؟ انا بستخدمه كل يوم انا وولادي بصراحه. السبراي ده اللي كنت عاملاه من الاعشاب والروزماري وكده، حلو قوي، حلو بجد قوي. طبعا عشان اشوف نتيجه قويه محتاجه اقعد استمر عليه كام شهر، انا لسه ما بقاليش حاجه، بس باين ان القشره اللي مضايقاني دي بدات تخف شويه. فانا كده كده ده بستخدمه، مش هبطله. وكمان قلت اعمل حبة الحنة اللي عندي دول، مش هخسر حاجة. فانا ان شاء الله انا حبيت اشارككم معايا موضوع الحنة دي، اصلا بتخلي ريحة الشعر حلوة، متبقاش برضو فيها ريحة الكمكمة اللي بتضايقنا في الشتا دي، يعني بتعالج الشعر من حاجات كتير. خلاص يا بنات زي ما انتوا شايفين اهو، انا خلاص استخدمتها وحطيتها على شعري. طبعا كنت حاطه جلافز علشان ما بحبش ايدي تتعك وضوافري تتعك، ومع ذلك اتعكت، ده شيء طبيعي طبعا. فانا حبيت اقول لكم ان انا استخدمته، ايديا برضو اتعكت. فانا نسيت اقول لكم احنا بنحطها قد ايه على شعرنا، اقل حاجه 4 ساعات، انما الافضل ان احنا بنحطها من بالليل للصبح، يعني احسن حاجه ننام بيها. ايه طب هتحطيها على شعر مبلول ولا ناشف؟ لا ناشف احسن، لان كده كده فروه راسنا بتبقى فيها زيوت، فاحنا بنستفيد برضو منها. فانا طبعا مش هنام بيها، انا هقعد بيها اكتر وقت ممكن، اما بقى اخلص اللي ورايا في البيت وخلص طبيخ وخلص طريقه وخلص كل حاجه، وفي الاخر خالص ابقى اغسل شعري. طبعا انتوا عارفين الحنه رخمه شويه في الغسيل، فمحتاجين نغسلها 3-4 مرات على قد ما تقدري، يعني ايه حاولي تنزليها من شعرك بس. وان شاء الله اقول لكم النتيجه عامله ازاي. انا بس ركزت على فروه الراس، انا ما عملتش شعري كله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو تاني جديد.